مرحباً في ساندويتش إنجليزي. هنا مش هتلاقي دروس تقليدية ولا حفظ ممل. هنا هتلاقي كل جملة بتقولها بالعربي في يومك بتتحول ببساطة لجملة إنجليزي زي الأجانب. سواء كنت في البيت، في الشغل، أو بتتكلم مع أصحابك، كل موقف وكل كلمة هنحولها مع بعض لوجبة إنجليزي لذيذة وسهلة. مع ساندويتش إنجليزي هتتعلم تنطق، تفهم، وتتكلم بثقة، وكأنك بتتعلم من الحياة نفسها. انضم لينا وخلي لغتك تاخد نقلة جديدة. ساندويتش إنجليزي، اللغة اللي هتعيشها كل يوم. أهلا بيكم في حلقة جديدة من ساندويتش إنجليزي. النهاردة حلقتنا عن التعامل في المطاعم. هنستعرض مع بعض جمل وعبارات أساسية هتفيدك في أي مطعم وهتخليك تتعامل بثقة واحترافية. يلا نبدأ. Can I get a table for two please؟ المعنى بالعامية المصرية ممكن ترابيزة الفردين لو سمحت. Can I get ممكن آخد a table for two ترابيزة الفردين. Please من فضلك. بدائل نيتيف we'd like a table for two. التركيبة we'd like إحنا نرغب a table for two ترابيزة الفردين. الشرح بتعبر عن الرغبة في الحصول على ترابيزة لشخصين بشكل مهذب. التركيبة الثاني a table for two please ترابيزة الفردين. التيبل for two please من فضلك. طلب مباشر وبسيط لترابيزة لشخصين مع إضافة please لتكون مهذبة. we'd like هي اختصار ل we would like. الاختصار بيستخدم عشان يخلي الجملة أسهل وأسرع في النطق. with two do you have a reservation؟ المعنى بالعامية المصرية حضرتك عامل حجز. التركيبة do you have عندك a reservation حجز. بدائل نيتيف is there a reservation under your name؟ بيسأل إذا كان الحجز مسجل باسم الشخص. did you book a table؟ بيسأل ببساطة إذا كان الزبون حجز ترابيزة مسبقاً. الفرق بين الريزرفيشن المقصود بيها إن في حجز مسبق أو ترتيب محجوز باسمك في المطعم. book فعل بمعنى يحجز وبيستخدم للسؤال عن ما إذا كان الشخص قام بعملية الحجز بنفسه. الجملة I have a reservation under the name أيمن. المعنى بالعامية المصرية أنا عامل حجز باسم أيمن. التركيبة I have عندي أو أنا عامل a reservation حجز باسم أيمن. البدائل 1 The reservation is under أيمن. المعنى الحجز باسم أيمن. I booked a table in the name of أيمن. أنا حجزت ترابيزة باسم أيمن. Can we sit outside؟ ومعناها بالعامية المصرية ممكن نقعد برا. الجملة بتتكون من can we يعني نقدر أو ينفع، وده سؤال بطريقة مؤدبة للاستئذان. sit بمعنى نقعد يعني برا أو في الخارج. البدائل اللي اقترحتها is there outdoor seating available؟ يعني هل في أماكن للجلوس في الخارج؟ do you have a table outside؟ يعني عندكم ترابيزة برا. الشرح الجملة بتوضح إنك بتسأل لو في إمكانية تقعد في مكان مفتوح بدل ما تقعد جوه. could we have the menu please؟ ممكن المنيو من فضلك؟ المعنى والاستخدام الجملة دي بتتقال لما بتطلب المنيو من الجرسون أو الشخص اللي بيقدم الخدمة في المطعم، وده بيكون بعد ما تقعد وتستقر. التركيبة could we have دي طريقة مهذبة للسؤال عن حاجة زي ممكن ناخد. the menu المقصود بيها قائمة الطعام. please إضافة كلمة لو سمحت بتضيف أسلوب مهذب. البدائل النيتيف 1 can we see the menu؟ التركيبة can we see يعني ممكن نشوف. the menu بتتقال لما تحب تشوف المنيو قبل ما تطلب. may I have a menu؟ التركيبة may I have طريقة مهذبة جدا للسؤال زي ممكن آخد. هنا التنكير بيدي إحساس إنك بتطلب أي منيو متاح. دي بتتقال لما تكون عايز تكون أكتر تهذيبا. أنت تتقال الجملة والبدائل دي كلها بتتقال في الموقف اللي بتطلب فيه المنيو عشان تبدأ تختار طلبك من المطعم. What are today's specials؟ معناها إيه عروض النهاردة بالعامية المصرية. التركيبة what are إيه هما today's specials عروض النهاردة. بدائل نيتيف do you have any specials عندكم عروض. what's the special of the day إيه العرض الخاص بتاع النهاردة. do you have عندكم any specials أي عروض. what's the special of the day العرض الخاص بتاع النهاردة. بكده تقدر تسأل عن العروض أو الأطباق الخاصة اللي مش موجودة في المنيو العادي. can you recommend something؟ can you تقدر recommend تقترح أو ترشح something حاجة. شرح البدائل what do you recommend يعني ترشح لإيه. got any suggestions يعني عندك أي اقتراحات. إمتى تستخدمهم
can you recommend something ولا what do you recommend. بتستخدمهم لما تكون قاعد في مطعم أو مكان وعايز تعرف إيه الأطباق أو الخيارات اللي الجرسون أو الشخص اللي قدامك بيحب يرشحها. يعني لو محتار ومش عارف تختار إيه بتسألهم يرشحولك حاجة. بتستخدمها مش بس في المطاعم لكن في أي موقف عايز فيه اقتراحات عامة. مثلا لو بتسأل صاحبك إيه الفيلم اللي تشوفه أو إيه المكان اللي تزوره أو حتى لو بتاخد رأي حد في أي حاجة. معنى recommend و suggest. recommend معناها إنك توصي بحاجة أو ترشحها بناء على خبرتك أو تفضيلك، يعني حاجة أنت شايف إنها كويسة وبتنصح بيها. معنى suggest إنك تقترح حاجة كخيار أو فكرة ممكنة، ممكن تكون حاجة مجربة أو مجرد اقتراح بدون تأكيد شخصي. الجملة I'll have the grilled chicken، المعنى بالعامية هاخد فراخ المشوية. I'll have هاخد أو أنا هختار، ده تعبير مهذب لاختيار حاجة من المنيو. The grilled chicken ده الطبق اللي بتختاره. بدائل native I'd like the grilled chicken، الترجمة بالعامية عايز الفراخ المشوية، بتعبر عن رغبتك في الطبق ده بطريقة لبقة. I'll go with the grilled chicken، هروح مع الفراخ المشوية، بتوضح اختيارك للطبق ده من بين الخيارات المتاحة. معنى go with لما تقول I'll go with the grilled chicken مش معناها حرفياً هروح مع الفراخ المشوية، لكن دي طريقة دارجة في الإنجليزي بمعنى هختار أو هفضل الطبق ده، يعني كأنك بتقول هستقر على الفراخ المشوية أو هختار الفراخ المشوية من بين الاختيارات المتاحة. معنى الاختصارات I'll دي اختصار ل I will، وبتستخدم للتعبير عن حاجة هتعملها في المستقبل القريب زي هعمل أو هاخد. I'd اختصار ل I would، وبتستخدم للتعبير عن رغبة أو طلب مهذب زي أحب أو عايز. I'm allergic to peanuts، ومعناها بالعامية المصرية عندي حساسية من الفول السوداني. التركيبة I'm allergic to عندي حساسية من، والبدائل النيتيف I can't eat peanuts، peanuts make me sick. الشرح من المهم إنك تقول لو عندك حساسية أول I can't eat peanuts. I can't مش بقدر، eat فول سوداني، يعني الجملة كلها مش مقدر أكل فول سوداني. peanuts الفول السوداني، make me بتخليني sick عيان أو تعبان، يعني الجملة كلها الفول السوداني بيخليني تعبان. الجملة does this have dairy in it معناها في لبن أو منتجات ألبان. التركيبة does في الأول بتستخدم عشان نكون سؤال في المضارع البسيط. this بتشير للحاجة اللي انت بتسأل عنها. have هنا بمعنى يحتوي على. dairy يعني منتجات الألبان زي اللبن والجبن. in it يعني جواه أو فيه. فالسؤال كله على بعضه بيسأل لو الحاجة دي فيها أي مكونات من منتجات الألبان. Is there any milk or cheese in this؟ التركيبة is there هل يوجد any milk or cheese أي لبن أو جبنة in this في ده. Is this dairy free؟ Is this هل ده dairy free خالي من منتجات الألبان. المعنى بتسأل لو الحاجة دي خالية تماماً من أي منتجات ألبان. هناخد بقى شوية مفردات هتفيدنا جداً في المطعم. أول كلمة menu. menu معناها بالعربي أو قائمة الطعام. الكلمة اللي بعدها waiter. waiter معناها الجرسون. الفرق ما بين waiter و waitress هو إن waiter بيستخدم للنادي للراجل و waitress للنادي للست. table. table معناها الترابيزة أو الطاولة. بعدها reservation. reservation معناها حجز. fork. fork معناها شوكة. spoon. spoon معناها ملعقة. bill معناها الفاتورة. tip. tip معناها بقشيش. appetizer. appetizer معناها مقبلات. main course معناها الطبق الرئيسي. dessert. dessert معناها التحلية أو الحلو. beverage. beverage معناها مشروب. still water. still water معناها مية عادية. sparkling water. sparkling water معناها مية غازية. medium. medium معناها وسط. well done. well done معناها مستوي تماماً. وبكده نبقى خلصنا الحلقة دي عن المطاعم، لكن لسه المشوار مكمل. في حلقاتنا الجاية هنغطي جمل ومفردات أكتر تخليك تتكلم بثقة وطلاقة في أي موقف يخص الأكل والشرب.
استعدوا لمزيد من العبارات اللي هتخليكم محترفين في التعامل في أي مطعم. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب عشان يوصلكوا كل جديد، وتفضلوا معانا في رحلتنا لتعلم الإنجليزية بطريقة ممتعة ومفيدة. نشوفكم الحلقة الجاية.